اولا خليني نشكر الله، الحمد لله، هذه نعمه وفضل من الله. وكما تنقول دائما حقيقه من تواضع لله رفعه. الاخلاص في العمل كيأدي، وكما قلتي فاش يكون عندك رجال في الملعب فالامور كلها كتسهل والصعاب كلها كيمكن الانسان يتخطاها. لعبنا مع واحد المنتخب اللي قوي وقوي كثير، منظم، وعنده لاعبين يعني خصوصا في وسط الميدان وفي الهجوم، لاعبين اللي يمكن لهم يديروا الفارق. يمكن مره اخرى كنشكر الرجال على لا ديسيبلين تاكتيك ديالهم، على الرغبه في اننا نوصلوا للفينال اللي كانت كبيره. وبانت في الشوط الاول كنا افضل، كنا متسيدين المقابله، لكن كنا عارفين بان الفريق الاماراتي غادي يدير واحد رده فعل، وبين عليها وبين على العلود الكعب ديالو في الشوط الثاني. ما تسهلش علينا الامور، لكن قبل من المقابله كنت قلت بان مقابله خصها بزاف ديال الصبر وخصها بزاف ديال الذكاء في التعامل مع مجريات المقابله. وكنظن الحمد لله ربي وفقنا اننا نجحنا في التغييرات، ونجحنا في اننا نحدوا من الخطوره، واننا نتمكنوا باش نسجلوا هدف ثاني وثالث. مره واحده اخرى مشكورين الرجال على العمل ديالهم الكبير اللي قدموه، والحمد لله هذا فضل من الله.